غزل سليمان العلوية بنت الساحل اللي انفصلت ظلم وكانت بريئة وما عملت شيء أبدا. رح سمعكم غزل سليمان أشو عملت وقت اللي كانت في الساحل، وقت اللي كان الأمن العام موجودين هونيك ولهلق. معلم، هذا جامع فيديو، هذا كمان باللاصقي في قرابة بين 80 لل100 كلب. عندي 7 سيارات عسكرية عادي مثل سيارة الشرطة اللي كانت عندنا. عندهم سواتر رملية عاملينها مثل على الحوادث اللي بعتلكن اياها. الحماية إلهم يعني إحداثياته 35 51 65 55 35 89 54 33. بجي هاي الصورة ليك يا معلم. الجامع عليكم إني متخبعين هون والحاجز هون، تمام؟ الحاجز هون يعني اللي بيكونوا على الحاجز بيتبدلوا بيناموا بالجامع وهو كذلك الحال، تمام يا معلم؟ ايه معلم، هذا جامع. سمعتوها؟ هاي هي بنت الساحل اللي كانت موجودة وعلى أساس بريئة، عم تعطي إحداثيات وبالرقم وين موجودين بالضبط وكم العدد الموجود لحتى يروحوا ويغدروا فيهم ويقتلوهم. هدول هن ولاد الساحل اللي على أساس إنه بدهم سلم أهلي وما بدهم مشاكل ولازم نعفي عنهم. عن مين بدنا نعفي بالضبط؟ عن ناس عم بتدور ورانا كيف بدها تقتلنا؟ ولا على ناس عم بتدور كيف بدها تعمل انقلاب لتستلم مكاننا؟ استلموا على مدار 60 سنة وعملوا العمايل، وما بدي احكم في الكل بس الأغلبية الأكترية اللي كانوا يفظعوا بسوريا. وهلق جاي عم بتعمل حالها بريئة قدام الناس وهي انفصلت من الجامعة وهي ما قالت شيء، هي بس حكت كلمة حق انه انقتلت أطفال وانقتلت عالم في الساحل. هذا هو كلام الحق اللي عم تعمليه؟ والله إن الله يسر لنضل حاكمين ولحتى نخلص منكم واحد يقول للتاني وما نترك لكم أثر، وما يضل واحد فيكم يطلع يحكي كلمة. يا أما بتكونوا تحت أمرة هاي الحكومة السورية يا أما ما يكون وجود في سوريا أبداً.